محمود كهربا على رأس قائمة المستبعدين من مباراة المصري بكرة. حاجة من الاتنين يا كهربا هيطلع وهيفضح الدنيا، وقريب جدا هتبقى الفضيحة ايه في الشوارع كهربا هيفضح الدنيا، هيطلع بقى يتكلم ويقول راح الاهلي ازاي ومش عارف ايه ومين اللي كلمه ومين اللي راح ومين اللي جه، والفضايح اللي كان نفسه يتفرج عليها مين؟ مرتضى منصور. الكلام ده من سنتين. فدلوقتي كهربا خلاص الاهلي باعه. الاهلي خلاص بالنسبة له كهربا كارت محروق. فحاجه من الاثنين، يا اما الاهلي هيمشيه ويثبت ان كهربا ما يقدرش يعمل اي حاجه ومفيش فضايح ولا في اي حاجه يقدر يقولها، واللي عايز يقوله يقوله براحته، يا اما هيرجع في قراره زي ما رجع في قراره قدام قدام امام عاشور لما وقفوا اسبوع ومش عارف ايه والتمرينات، وبعد 3 ايام نزل التمرين ومش عارف ايه. ففي فجوه زمنيه هنا في النادي الاهلي، في فجوه زمنيه عملها كهربا وامام عاشور. مجرد ان هم راحوا النادي الاهلي حصل فيه حاجه غلط، بالنسبه لهم هم الاثنين. على العموم ان الاهلي بيعرف يختار حكام. انا عايز مجلس اداره النادي الزمالك يتعلم من مجلس اداره النادي الاهلي، بيعرف يختار حكامه في المباريات الصعبه. بكره الاهلي والمصري مباراه قويه وصعبه، الفرقتين جامدين، الفرقتين بيعرفوا يسجلوا، والفرقتين دفاعهم قوي. يعني عندك الاهلي والمصري تقدر تقول مثلا 50 50، يعني مين هيكسب؟ اقول لك 50 50. ممكن يتعادلوا، ممكن مصر يكسب، ممكن الاهلي يكسب. بس الموضوع مش هيبقى فيه نتيجه كبيره، يعني 2 1 1 0 1 1. الماتش هيبقى كده. لكن الاهلي بيعرف يختار حكامه. يعني بكره البنا هيحكم مباراه الاهلي والمصري، فانت عارف طبعا طالما البنا يبقى اذا كان البنا ولا نور الدين ولا معروف، الناس دي كلها معروفه اتجاهاتها ازاي في ماتشات الاهلي بالذات، الماتشات الصعبه. يعني اتفرج انت مثلا الاهلي وبيراميدز، هيبقى في كلام الماتش، ممكن الاهلي يخسر، ممكن الاهلي يتعادل، ممكن الاهلي يكسب. فبالتالي المباريات الصعبه دي مجلس الاداره ده بيعرف يختار الحكم اللي هيخلص له الليله بضربه جزاء بقى، زي مثلا زي ما شفنا في حسين الشحات في ماتش بيراميدز، الراجل متزحلق بعديه بمترين راح نط عليه واتحسبت له ضربه جزاء. امبارح في مباراه الزمالك مش ضربه جزاء، دي محضر في الاسم، محضر. الراجل يعني كسر له ضلعين وهوى على الرئه وقصه كبيره خالص. وحتى يعني فاول عليه وبيتهيألي اداله انذار كمان. يعني بص، يعني هو موت وخراب ديار. الراجل هيقعد في البيت 3 4 شهور عقبال ما يتعالج. وخبطه يعني غير عاديه. انا مش فاهم الحارس، يعني ده مش تهور، ده تخلف. ده داخل على اللاعب بتخلف مش بتهور، ده طرد وضربه جزاء. انا مش فاهم بقى الفار ما ندهش عليه ازاي، ما راحش للفار ازاي. هو حتى يعني اللعبه مش محتاجه فار. انا اول ما شفتها قلت ضربه جزاء، ضربه جزاء للنادي الزمالك ما فيهاش كلام. حتى لما تعادل تاني قلت مش محتاج يروح للفار. يعني الفار هيكلمه فوق يقول له احسب ضربه جزاء، مش هيقول له تعالى بص عليها، لا تعالى احسب ضربه. بس يا جماعه احنا والله احنا مش منافس للاهلي، احنا بتوع المركز الثاني. فبدري بدري بتخلصوا المواضيع وبتوسعوا الفوارق كده عشان برضو تموتوا الدوري المصري، ويبقى الفرق للاهلي 20 30 بونت، فيبقى مريح اخر 6 5 ماتشات. الكلام ده يعني سيبوا المنافسه في الدوري، سيبوا المنافسه في الدوري بجد والله. يعني سيبوا الدوري رايح جاي، ما تعرفش الاخر ماتش مين هياخد الدوري. لكن انتوا بتحسموا الامور بدري بدري كده، بتخلوا الاهلي يفرق وخلاص، بتدوا له ماتشاته الصعبه والماتشات السهله هو كده كده بيكسب. فبالتالي الدوري بيبقى ميت، الدوري ملوش لازمه. فعشان خاطر ربنا ادوا للدوري طعم بس علشان الواحد يحس ان اخر ماتشين ثلاثه يبقى مش عارفين الدوري رايح لمين. لكن كده انتوا بتحسموا الامور بدري بدري، وقع بيراميدز، وقع الزمالك، وقع المصري، وقع الاسماعيلي، كل ده عشان خاطر الاهلي. وفوز بقى، فوز الاهلي في ماتشاته كلها وماتشاته الصعبه. فبالتالي نيجي اخر 5 6 ماتشات الاهلي فارق ب 20 بونت، فبيريح اللعيبه ويلعب الناشئين والكلام ده كله. فعشان خاطر ربنا اتقوا ربنا في ماتشات الزمالك. احنا يا عم مش عايزينكم يا عم، ادوا بلانتيات للاهلي وكسبوه كل ماتشات، بس ماتشاتنا احنا خلونا نكسب. يعني ما تجوش علينا، ما تجوش علينا. اخر رساله عايز اقولها للاعيبه الزمالك، لازم يبقى عندكم دم شويه، عندكم روح شويه بجد. يعني انت مين طلع الجيش اصلا اللي تستنى تاخد منها ضربه جزاء؟ انت المفروض بتنزل بتخلص الماتش، بتكسب واحد واثنين وثلاثه وبعد كده بتريح. مش احنا كزمالك اللي نقعد نستنى ضربة جزاء، لا احنا نخلص الماتش على طول. ودي انا بلوم على لعيبه الزمالك، اي 11 لاعب ينزلوا يكسبوا طلائع الجيش. انا لو لميت من على القهوه 11 لاعب هروح اكسب طلائع الجيش واروح. مع احترامي انتوا بتاخدوا ملايين، فلازم تراعوا ربنا يعني. حتى الفانلة اللي انت لابسها دي تقيله قوي، تقيله قوي. في تيشيرت الزمالك ده مش اي حد يلبسه. فانت بتنزل ماتش سهل المفروض زي ماتش طلائع الجيش، مع احترامي لطلائع الجيش، ولكن ده ماتش سهل بالنسبه للزمالك. يعني ينزل ياخد 3 بونت ويروح، ده مش ياخد 3 بونت، ده هداف الدوري يطلع من ماتش زي ده، الماتشات السهله دي. يعني مع احترامي لفرقه طلائع الجيش، لكن ده مش ماتش اللي هيوقفنا، مش ده الماتش اللي هيعطلنا يعني. فاتقوا ربنا شويه والعبوا بروح الفانلة بقى. هي دي الخلاصه يا صاحبي، وسلام.